السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله الاخراني في رمضان وغادي نشارك معكم التحضيرات اللي غادي نوجد، فبقاو معايا وفرجة ممتعة. الحمد لله هذا النهار صباح مشمش زوين الجو. ودابا غادي نخليكم مع التحضيرات. نبدا لكم بواحد الكيكه ان شاء الله. هنايا غادي ندوز باش نشارك معكم واحد الكيكه كندير فيها الليمون كما كتشوفوا. الا عندكم وحده كبيره ديروها كامله، انا درت جوج صغار غادي نقطعهم بقشورهم. وعندي كاس تاع السنيده، غادي ندوز غادي نطحنهم. هنايا عندي غادي نحتاج 4 تاع البيضات. خص طحنوا الليمون مزيان حتى ما يبقاش يبانوا دوك المرصوات تاع الليمون. هنايا من بعد ما طحنت المكونات مزيان كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز باش غادي نزيد الزيت والحليب والدقيق. وهانتوما معايا نزيد الكاس تاع الزيت، والكاس تاع الحليب، صافي. هنا غادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه حتى نخلط. دابا نزيد الدقيق وبدا نخلط بشويه بشويه. هنا غادي نزيد الساشي تاع الخليط تاع الحلوى. هنا عندي المول من بعد ما درت ليه الزبده. دابا غادي ندوز باش نخوي الخليط ونديرو في الفران طيب، ونرجع لكم من بعد ما طيب ان شاء الله. راه كتجي بنينه والريحه تاع الليمون كتجي زوينه فيها. ما تخافوش من القشور، راه ما كيجيش مر. هنايا غادي ندوز باش نديرها في الفران. دابا غادي ندوز باش ندير الكيكه طيب ونرجع لكم من بعد ما طيب ان شاء الله. وهنايا كما تشوفوا هي الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران. دابا نخليها تبرد وغادي نزينها معكم، ندير لها تزيين. بالنسبه شفتوا كي كتجي صفرا صفرا مع الليمون كطحني مع القشور كتولي صفرا بحال الا درتي فيها البيض البلدي، وحتى الريحه ما شاء الله.
بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الذوق. انا هنايا ذوبت لاباطا بيستاش هي باش غادي ندوز نزين. هاد التزيين زينتها بالبيستاش من الفوق، وكنتمنى تجربوها راه كتجي زوينه بزاف. تقدروا تزينوها حتى بالسبيكيلوز لاباط سبيكيلوز ولا الشكلاط، اي حاجه بغيتو على حسب الرغبه. وهنايا غادي ندوز نشارك معكم واحد التيراميسو ان شاء الله تاع سبيكيلوز. وهانتوما معايا غادي نحتاجو الكريمه السائله 40 سنتيلتر 30% ماتير غراس، وعندنا الماسكاربون هذه فيها 500 غرام. دابا غادي ندوز باش نطربهم. هنايا زدت عليهم 3 المعالق تاع السكر. صافي غادي نطرب المكونات. هنايا غادي نستعمل هذا البسكويت تاع لي بودوار، كنديرو في الحليب وكنستفو في المول. هنايا درت التبصيل ودرت هذا السيركل وهانتوما معايا. المهم غادي نستعمل هذا وغادي نستعمل حتى البسكويت تاع سبيكيلوز. بات الكريمه غادي نديرها دابا على هاد البسكوي حتى نديرها كلها، وعاد غادي نزيد الطبقه الثانيه تاع البسكوي تاع سبيكيلوز.
وهنايا من بعد ما درت الطبقة الثانية تاع سبيكيلوس كما كتشوفوا، دابا غادي نزيد الكريمه وصافي. غادي ندير لاباط تاع سبيكيلوس، غادي نديرها حتى تسخن تطلق، وعادي نديرها على الكريمه من الفوق. وهنايا بالنسبه للتزيين خديت الشكلاط بيض وكنحكو في هاد الحكاكه وصافي. هادشي زعما باش غادي نزينها انا، وبالنسبه لكم كيبقى التزيين ديما على حساب الذوق. وصافي هنايا هو التيراميسو تاعي من بعد ما ساليتو دابا نديرو في الثلاجه يبرد، وغادي ندوز باش نوجد هنايا التحضيرات تاع العيد. هنايا كندير واحد البوفي، درت طبيله ودرت عليه هاد لاناب، وصافي غادي نوجد الصينيه ان شاء الله. وهانتوما معايا مع التحضيرات. بالنسبه لهاد لي ساشي خليتهم حتى الاخر، عاد غادي ندير ليهم لي بوم، ندير فيهم لي بونبون بالشوكولاط للدراري الصغار. ودابا غادي ندوز نكمل معاكم. وهنايا صافي نقصت عليا شويه من التحضيرات. دابا غادي نمشي نوجد الفطور ان شاء الله، وغادي نمشي من بعد ما غادي نفطر نحني، والغد ليه العيد ان شاء الله نشارك معكم فيديو تاع العيد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامة عليكم.